انها من زمان كوره للجماهير. 90 دقيقه كانوا نار، مدرجات بتغلي وهتاف ما سكتش ثانيه بين جماهير الاهلي والزمالك. هي دي الكوره اللي كانت بجد. لكن اللي كسب الماتش تفاصيل بقى. النهارده الاهلي كسب المعركه تكتيكيا قبل ما يكسب النتيجه. تحولات هجوميه سريعه جدا، اول ما الكوره بتقطع 3 تمريرات بالكتير يبقى قدام الجون. اللعبه كانت واضحه، ضغط متوسط، قطع الكوره وانطلاق مباشر في المساحات ورا دفاع الزمالك، وده اللي قتل الزمالك لان الارتداد الدفاعي كان بطيء والمسافه بين الخطوط كانت واسعه. فكل هجمه مرتده من الاهلي نص فرصه كان ممكن تبقى هدف. الاهلي لعب على نقطه ضعف واضحه، المساحات بين الظهير وقلب الدفاع، وكررها مره واثنين وثلاثه لحد ما الماتش انتهى. وفي المقابل الزمالك استحوذ اوقات، لكن استحواذ سلبي من غير اي عمق، من غير اختراق. كل هجمه بتخلص بيرجع الاهلي منظم بسرعه رهيبه. وهنا الفرق الحقيقي، فريق لما بيدافع بيرتد بسرعه، ولما بيهاجم بيضرب في ثانيه. وفريق تاني تايه بين الاثنين. ال 3-0 مش رقم كبير خالص، انا لسه شايله من الماتش اللي فات. دي رساله واضحه، اللي يعرف يلعب التحولات هو اللي يكسب القمم. وفي الاخر قلناها برضه من زمان، الكره للجماهير.